حلقة جديدة من برنامج عزوقك. أصناف جديدة محضرين لكم إياها، أطباق شهية رح تحبوها كتير. اليوم بأطباقنا شددنا كتير على ثمار البحر. رح نحضر طبقين، صنف سلطة في بقلبه لحمة التونة، لحمة الطون اللي كلنا بنعرفها، والطبق الثاني في بقلبه سومو مع بلح البحر، سمكة سليمان مع بلح البحر. هاي السمكة اسمها على اسمي، طعمتها كتير طيبة، غنية بالأوميغا 3، غنية بالمواد الدهنية، ولكن نكهتها كتير طيبة، دافية، حامية، طبق غني جدا. والطبق الثالث اللي هو طبق الحلويات، عنا كومبوت نجاس مع قمر الدين، كمان صنف جديد كتير طيب. دخلنا قمر الدين مع نجاس مع كبش القرنفل تيعطينا نكهة كتير طيبة ويكون فاتح للقبلية. رح نبلش أنا وياكم بالمكونات. أول شيء نحن بحاجة لهالجات الحلو تنحضر السلطة ونحطها بقلبه، ولكن بالأول رح نخفقها بجات تاني. نحن بحاجة لعدس أخضر مسلوق، كل مكونات مع كل كمياتها رح تمرق أمامكم على الشاشة. نحن عم نضطر نعمل كمية أقل من الكميات اللي عم نذكرها أمامكم، لأنه عم نحضر حصة متوسطة الحجم. بدنا بصل أخضر تقريبا حوالي البصلتين. البصل الأخضر كتير طعمته طيبة، البصل بيساعد الجسم على الاسترخاء. لو كان ني، في معنا مشاهدة إضافية اليوم، معنا نحلة. بحاجة لفليفلة خضراء مفرومة ناعمة. عم نحضر كل المكونات، عم نفرمها. دايما الخضرة تبعنا بدها تتغسل بالمي الباردة، بدها تتعقم تتنشف وبتنضب بقلب البراد. صار عنا عدس مسلوق، بصل أخضر، فليفلة خضراء، بحاجة لورق الكزبرة. أغلبية الأصناف والأطباق اللي عم نحضرها نحن وياكم عم نستعمل ورق الكزبرة. عادة الكزبرة إذا بدنا نفرمها مع الجزع بنحطها على النار، الجزع بيعطيها لون ونكهة كتير طيبة، بنحطها مع الجزع على النار. بينما إذا بدنا نستعملها لطبق بارد بقلب السلطة، يستحسن إنه نورق الوراق تبعها ورقة ورقة. بنحطهم بحاجة لكم حبة زيتون، وبنترك البقوة، بقوة الكمية كرمال نزين فيها الوجه. بنحركون ورق الكزبرة مع العدس الأخضر، بصل أخضر وفليفلة. خل البلزميك هو خل تفاح أو خل عنب محطوط بخوابة معينة، لونه أسود، نكهته كتير طيبة. بحاجة تقريبا لحوالي الملعقتين. صرت حاطط ملعقة ونص وهيدي نص ملعقة. اليوم رح تستغربوا، بعد ما تبل بزيت الزيتون في عندي زيت الميرما، زيت العطر، نكهته كتير طيبة، وجوده بقلب السلطة منبه جدا، فاتح للقبلية، بس استعماله بده يكون بكمية كتير قليلة. إذا حطيت ملعقتين من خل البلزميك مع بذرة ملح كتير صغيرة، بحط تقريبا 4-5 جرامات. 4-5 جرامات رح انقلكم هن على ملعقة تانية نظيفة طيبينه أمامكم. بحاجة نحن لزيت الميرامار لحوالي 4-5 نقط، يعني حوالي الجرامين أو 3 جرامات. بحطهم، بحرك وبكمل بقوة الوصفة تبعي بزيت الزيتون. عندي طون، ممكن استعمل طون طازة أو طون علب، بكلا الحالتين جيد. بحط تقريبا نص الكمية بقلب السلطة. لازم خلط السلطة تبعي ما يكون تخبيص، لازم يكون قلب بهالشكل هيدا. بقلب من ورا لقدام ومن قدام لورا. الريحة اللي عم تطلع من هالطبق السلطة كتير حلوة. العدس غني بالحديد، الطون طيب، في بروتين. الطبق تبعنا اليوم صحي، غني ومرتب، ألوانه حلوة وشهي. إذا ملاحظين الألوان قديش هي متناسقة مع الطبق بلونه الأبيض. برجع بستعمل شوية طون للوجه بالشكل هيدا. قبل ما نتحول لطبقنا الثاني، طبق سلطة العدس مع الطون، بحاجة لحامضة للزينة. بما انه صحننا مبروم بنعملها بشكل زيح الليمون. فيني اقشرها بهالشكل، بطوي الحامضة
بهالشكل وبشك وحدة بهالطرف وبحط وحدة من الطرف الثاني بهالشكل هيدا. بجيب شوية فليفلة حلوة بابريكا برشها على الصحن من برا. هذا الشيء بيعطيه رونق ولون حلو. نحضر حالنا لنحضر نحن وياكم طبقنا الثاني. طبقنا الثاني غني كتير بالفوسفور، بالاوميجا 3، غني بالدهنيات الطبيعية. السومون فري، سمكة سليمان، سمكة نهرية، سمكة بحرية، غنية جدا، نكهتها طيبة، من الأطباق الدافية، من الأطباق الغنية. عادة لما يكون في عنا ضيوف، لما يكون في عنا صفر مرتبة، مندخل السومون على صفرتنا. دبدب شوي الغراض تامنا. فينا نرجع كم حبة زيتون من اللي بقيوا عنا نحطهم على الوجه للزينة. اللون الأسود مع الأخضر مع لون التون الفاتح بيعطيني ألوان زهية ونكهة طيبة. الصلصة تبع هالسلطة مغموسة كلها مع زيت الزيتون مع خل البلزميك مع نقطتين 3 من زيت العطر، تون، بصل أخضر، فليفلة، زيتون. سلطة العدس مع التونة. لحضر أنا وياكم تنبلش بالطبق الثاني. بحاجة لكسرولة نار وسط، الهواء العليل، مناخ كتير حلو مطرح ما عم نشتغل بالطبيعة بالهواء الطلق. عم يزعجنا صوت الهواء شوي ولكن النسيم حلو كتير. تحط زيت الزيتون. كل مرة بشدد على هيدي الفكرة. زيت الزيتون بيعطي نكهة للطبخ كتير طيبة، بيعطي رونق معين. هالمرة رح حط مع زيت الزيتون شوية زبدة تقريبا حوالي المرعى، بنطر الزبدة لتدوب شوي صغيرة تحمى. بحط البصل الأخضر. المكونات اللي أنا بحاجة لإلهم لطبق بلونكات السومون، أنا بحاجة لبصل أخضر، لفطر طازج، لعروق وضلوع البقدونس والحامض الأخضر مربعات صغيرة. بحاجة لكريمة طازجة من مصدر حيواني. الأفضل للطبخ هو كريم فريش أو كريمة طازجة من مصدر حيواني. المصدر النباتي بستعمله للحلويات، المصدر الحيواني بستعمله للطهو. بحاجة لخل أبيض نقطتين 3. الخل الأبيض لما يكون عندي سومو أو فروي دومير أو حيلا شيء من ثمار البحر، نقطة من الخل الأبيض تعطيني نكهة كتير طيبة. الحامضة رح أرجع استعملها. بحاجة للوحة بلون الأزرق. إذا ملاحظين مشاهدينا كل مرة بدنا نقطع حيلا مادة غذائية، كانت لحمة أو دجاج أو سمك، بستعمل لها لوحة تقطيع خاصة فيها. الألوان الأزرق للسمك، الأصفر للدجاج، الأحمر للحمة، والأبيض لكل الخبز ومشتقات الليتيه، يعني مشتقات اللبن والحليب اللي هي جبنة على أنواعها. البصل عم يتقلب زيت الزيتون مع الزبدة. بحط له الفطر الأبيض الطازج، منحركها بملقعة خشب ومنحضر حالنا نحن وياكم لنروح لبريك إعلاني وبنرجع بعد البريك ببرنامج على ذوقك. ما فيكم تتخيلوا مشاهدينا ريحة البصل الأخضر مع زيت الزيتون والفطر الطازة قد بتعطينا رائحة حلوة. بهالوقت اللي عم يتقلوا فيهم بنخفف النار شوي صغيرة. بنجيب قطعة السومون، الجلد تبعها باللون الأسود نحن مش بحاجة لها، نحن بدنا اللحمة من ميلة جوا. بنحطها بهالشكل، بنقصها قصة صغيرة
نشيل الجلدة تبعها، بنقصها قطعتين وبنحطها فوق التقلية تبعنا. نفس العملية بدنا نعملها مع تاني قطعة. بنشيل السمون نقطعه بهالشكل هيدا. فينا نرجع نستعمل الشقفة التانية. نجيب ثالث شقفة، وهلأ لما نخلص منها بنفرجيكم الجلدة اللي نحن مش بحاجة لها. هي هيدي القطعة من هاي الميل، فينا نستعملها أيام بنحمصها وبنستعملها للزينة. نقطعها 4 شقف تقريبا، بنحطها، بنقلي السمو مع زيت الزيتون بدون ما نلقط شي تاني. دغري بنغير الكفوف من ايدنا. السمو عم يتقلى، ريحته كتير حلوة. هيدا الطبق اسمه بلونكيت بالسمو او بلونكيت سمك سليمان. بنحط معه بلح البحر الاسود، ريحته كتير حلوة. بنحط ضلوع البقدونس بالشكل هيدا. دايما بدنا نضلنا عم نقلي ونحافظ على القطع. بصل اخضر، فطر، ضلوع بقدونس، صفد البحر هاف كوكت، بيكون مطبوخ نص استواء وهو بنص الصفدة تبعه. حطهم بهالشكل هيدا. صفدة البحر السوداء من إلا بلح البحر، في منها عدة أحجام، ممكن تكون مطبوقة على بعضها وممكن تكون مفتوحة نص فتحة. خلصنا منه. هيدي هي جلدة السمو، جلدة السمكة اللي هي ما إلها عنا أي استعمال للأكل. ممكن إذا بدنا نحمصها بقلب الفرن ونستعملها للزينة. بجيب عروق الحامض اليابسة، برشها رش فوق منهم. بحط رشة ملح خشن، دايما استعمالي للملح الخشن أفضل من الملح الناعم. بحركها بهالشكل هيدا. طبق شهي جدا. طبعا بحاجة لشغلة من الشغلتين. اليوم حضرت معي شغلتين، حضرت المرقة وحضرت مي سخنة. القرار لإلكم. نحن عنا عطول بمطبخنا بيكون في عنا بريق في بقلبه مرقة للاستعمال، ممكن يكون عندي بريق مي. بكل هالحالتين بيمشي الحال معنا، ولكن يستحسن انه نستعمل المرقة. بهيدي الحالة انا عم بستعمل مرقة السمك. نكهة كتير حلوة، ريحة كتير طيبة. مثل ما سبق وقلنا فينا نحط ورقة غار وعود صغير من القرفة كرمال ما نفتح مجال وما نسمح للزفر انه يظهر بالطبخة تبعنا. بنحركها. عنا قلية بصل اخضر بزيت الزيتون، فطر، حطينا قطع السومون البلونكيت، حطينا قطع صفد البحر اللي اسمه بلح البحر، حطينا ورق غار، حطينا مرقة. منجيب الخل، منحط ملعقة خل ابيض، تاني ملعقة خل ابيض، بيعطوا نكهة كتير طيبة مع الفروي دومير. ثمار البحر والاسماك على انواعها بتحب الخل الابيض. وخلصنا منهم خلينا نزيحهم على جنب. برجع بجيب الكريمة فريش او الكريمة الطازجة من المصدر الحيواني، بطبق عليهم. بحط لها صفار بيضة، تقريبا كل حوالي الكباية من الكريمة بدها صفار بيضة. صفار البيض بخليها تتماسك وبيعطيها ليزون، بيعطيها جمعة، بيعطيها عملية تعقيد رائع جدا بنكهة كتير طيبة. لما بقول صفار بيض مجبور بدي احط فلفل ابيض، بدي احط جوزة الطيب، هالجوزة الحلوة اللي نكهتها كتير طيبة، وشوي من الملح الناعم. منحضر شريط الخفق، منحركها. عنا على النار بلونكات السومون، قلية البصل الأخضر بزيت الزيتون، الفطر، عروق الحامض الأخضر الطيب، ضلوع البقدونس، شوي من الخل، قليل من المرقة، رشة ملح، وصفد البحر. رائحة شهية جدا. حركنا صفار البيض مع الكريمة الحيواني، ملح وبهار أبيض. نخلي الشريط على جنب. فينا نبلش نحن وياكم
نعدد المواد والكميات تبع صنف الحلو. صنف الحلو تبعنا اليوم اسمه كومبوت نجاص بعصير قمر الدين. حطينا قمر الدين صاحب النكهة الطيبة مع النجاص. بنجوف النجاصة، بنحط لها كبش قرنفل. ما فيكم تتخيلوا نجاص، عصير قمر الدين، عصير التفاح مع كبش القرنفل بيعطونا نكهة رائعة جدا. لتحضيراتنا اليوم حضرنا لكم سلطة العدس مع التون. استعملنا تون، عدس أخضر، بصل أخضر، فليفلة خضراء، زيتون، خل البلزميك اللي هو خل تفاح أو خل عنب، ولكن بيبقى لونه أسود ضاقن لأنه بينحط بخوابة معينة، وهالخوابة بتعطيه نكهة وطعمة وريحة ولون كتير حلوين. طبق العدس مع التون. حضرنا البلونكات مع السومون، وبدنا نحضر نحن وياكم بعد فاصل إعلاني كومبوت نجاص مع عصير قمر الدين. بنروح لفاصل إعلاني وبنرجع نحن وياكم. حاضرين قدامنا عصير التفاح، عصير قمر الدين، برش البرتقال، نجاصة مجوفة. هلا رح حضر انا وياكم باي طريقة منقشرها ومنجوفها، وحضرنا معنا كمان قطع من نجاص. كبش القرنفل اللي رح شكه بقلب النجاصة، السكر الابيض. رح نبلش نحن وياكم نقشر النجاصة، ورح حضرها بنفس الطريقة المجوفة هون أمامكم. نبلش نقشرها. فينا نقشرها زيح ايه زيح لا بهالشكل هيدا. نستعمل السكينة السحرية، نشلها كعبة وراسها. بنجيب هالقطعة هيدي، هي كناية عن قطعة من الستانلس ستيل لتجويف الأناناس وتجويف التفاح ونجاص. نفوتها، نبلش نبرمها على مهلنا الشكل هيدا. بنحط اصبعنا من هون لنقدر نحدد باي طريقه عم نفوتها. نرجع منشيلها. بهالحاله هيدي بتكون تجوفت معنا حبه نجاص. نضيف لها كعبه شوي. بنجيب كبش القرنفل، بنختار حوالي 4-5 حبات، بنشكهم بوسطها. كبش القرنفل بيعطي نكهة كتير 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 طيبة مع القطر، ريحته حلوة تفتح القابلية. كنا عم نحكي اليوم عن طبق السومو موجود عنا على النار. ريحة السومو مع صفد البحر كتير حلوة. السومو من الأطباق الغنية اللي بتزين سفرتنا. نرجع منجيب كمان تاني قطعة من نجاص، بنشك فيها كبش القرنفل. مجرد ما سمعنا عبارة كومبوت، الكومبوت هو فواكه معينة، ممكن يكون كومبوت التفاح، كومبوت الدراء. لما بسمع هالعبارة بكون عم بعني قطر عم يغلي وداخل بقلبه صنف الفواكه المحدد عندي. حط الكاسرولة على النار. بنبدل الكاسرولة لنقدر نشتغل فيها. نحط هيدي هون، نحطها كمان نارها كتير قوية. رح حطها على نار أخف. رح بطفي هيدي. جيب السكر، بحط السكر على النار، بتركه يكرمل شوي صغيرة. كمان كلمة يكرمل، ببلش السكر ياخد شوية لون أشقر، ببلش يتحول، بيعطيني لون ونكهة كتير حلوة. قمر الدين دوبته تقريبا بفنجان قهوة مي سخنة. هيدا عصير قمر الدين، نستعمل له ملعقة برتقالية اللون. بحرك السكر، بنتبه على السومو. عندي السلطة خالصة. كنا عم نقول انه السومو هو من الاطباق الغنية والاطباق الريش، غني بالاوميجا 3، غني كتير بالفيتامينات، بدفينا. لما بيدفى الكبد معنا بيصير يساهم بقتل سموم الجسم والبكتيريا.
كل المواد الغذائية اللي نحن بنتناولها إلها فوائد غذائية على جسمنا. السكر عم يتكرمل، بحط عصير قمر الدين، بحط عصير التفاح، وبحرك تحريك مستمر. كل المواد الأولية اللي عم نستعملها مع كمياتها عم تمرق قدامكم مرارا على الشاشة أكثر من مرة أو مرتين. الكميات اللي عم تمرق أمامكم هي لحوالي 4 أشخاص ل6 أشخاص، بينما نحن هون عم نضطر نستعمل كمية أقل. بهالحالة هاي صار لازم أولها النار شوي صغيرة، بينما نحن عم نستعمل كميات أقل شوي من اللي عم تمرق أمامكم على الشاشة. عم نحضر كميات شوي أقل، هي وعم تتحرك بجيب حبوب نجاس اللي حاطط لهم كبش قرنفل، بحطهم توقيف بقلبها تمهيدا لتبلش تغلي. بينما خلينا نستعمل هالمقلاية، بجيب القطع الباقيين وبحطهم بقلب العصير. ريحة السومو كتير طالعة حلوة معي، بلشت المرقة تبعها تتماسك، هلا فرجيكم عليها. بجيب برش البرتقال، كل المواد الأولية اللي حطيتها بقلب هالكسرولة. حطيت سكر، حطيت عصير التفاح، عصير قمر الدين، نجاس مشكوك بقلبه كبش قرنفل. كبش قرنفل بيعطي نكهة كتير طيبة مع الحلو. وهيدا برش البرتقال، بجيب حبة برتقال ببرشها وبحطها مع المزيج كله سوا. إذا بتشوفوا هون مشاهدينا بلشت المرقة تبع السومو مع صفد البحر أو بلح البحر تتماسك بالمرقة والنكهة. في عندي بصل أخضر، في عندي ضلوع بقدونس، فطر مع زيت الزيتون وقليل من الزبدة. كنت حضرت أنا وياكم قبل شوي بهالكاسة كريم فريش حيواني، يعني كريمة طازجة مصدر حيواني، صفار بيضاء، القليل من جوزة الطيب، رشة بهار أبيض مع رشة ملح. لما تصير الطبخة تقريبا بنص استوائها تسقط الكريمة فوق منها بهالشكل هيدا. وظيفة صفار البيض يخلي الصلصة تتماسك. هلا بتغلي كلها سوا غلوة وحدة. مدة الطهو الخاصة بهالطبق هيدا حوالي 20 ل25 دقيقة. السلطة لما نكون سالقين العدس قبل بوقت بدها تحضير معنا قبل ب10 دقايق. ممكن كل هيدي السفرة الموجودة أمامنا نحضرها بأقل من ساعة ونفطر عليها. بنشيل كل هالغراض من قدامنا، نترك الحامضة موجودة لنزين فيها. كسرولة في بقلبها بلح البحر مع سمك السومو، كريم فريش، صفار بيض، ملح، جوزة الطيب. كسرولة تانية في بقلبها كومبوت نجاس، عصير قمر الدين الطيب، كلنا بنحب القمر الدين وبننطر فترة الصيام لنشرب قمر الدين، سكر، عصير التفاح، ونجاس. هيدي الملعقة اللي استعملناها نحرك فيها على طول، ما بدها نجاسة أكثر من فترة على 5 دقايق لتستوي. مع هالعصير كله سوا بيعطيها ريحة وطعم كتير طيبة. فيني اسكب أنا وياكم السومو. الكريم فريش ما لازم تغلي على النار فترة طويلة، مجرد 3-4 دقايق مع صفار البيض غليان بكفيها. الطبق اسمه بلونكيت بالسومو، مكوناته صفد البحر أي بلح البحر. الجارنيتور اللي استعملناها بصل أخضر، فليفلة خضراء، ضلوع البقدونس، الفطر الطازج، نقطة خل، والكريم فريش مع صفار البيض. طبق غني وشهي بيتزين معنا كمان بكوكوت الحامض. اليوم اخترنا كتير ثمار بحر لتكون سفرتنا غنية ومغذية بنفس الوقت. ورق الغار بشيله على جنب، منا يعني
وجود ورقة الغار بقلب الطبق أبدا منه مقرف، بالعكس بتشيل الزفرة، بتعطي نكهة طيبة وبتريح نفسيا. منجيب كوكوت الحامض منشكه بهالشكل هيدا. منا هالأطباق اللي عم نحضرها نحن وياكم إذا بتقدروا تستفيدوا منها كل يوم، حتى لو بقت شي وصفة لتاني يوم أو ثالث يوم، ممكن تأيدوا الوصفات اللي عم تمرق قدامكم وتحتفظوا فيها طوال الفترة على طول. بحيالله نهار تقدروا تحضروا هالأطباق على سفرتكم. بلش يغلي معنا الكومبوت، قمر الدين، عصير التفاح. يمكن عم تتخيلوا كيف معقولة قمر الدين مع عصير تفاح مع نجاص يعطوني نكهة كتير طيبة. تخيلوا هالثلاث ميلونجات هولي، هالثلاث أصناف مع بعضهم، مع كبش القرنفل مع برش الليمون، غلوة وحدة على النار، بيعطونا نكهة كتير طيبة وكتير حلوة. بنحضر لهم وعاء معين لنسكبهم فيه. هيدي كيستنا الشهيرة. نشيل الكسرولة. رائحة حلوة. قبل ما نختم معكم اليوم مشاهدينا الكرام، رح نشيل الكومبوت، نسكت حبة نجاص، نرجع منشيل قطع نجاص. ممكن يتاكل هيدا الصنف بارد وممكن يتاكل تياد فاتر، مش دغري عن النار. لما ينشال دغري عن النار ما فينا ناكله، كتير سخن وكتير حد. ممكن نتركه 5 دقايق 10 دقايق ليصير فاتر وبنرجع بنتناوله. اتمنى هالاصناف اللي حضرناها نحن وياكم اليوم تكون نالت اعجابكم، حبيتوها وافصحتين. الى اللقاء، بنشوفكم بحلقه جديده بكره من برنامج عذوقك.